قصتي غريبة لدرجة إنها لو اتحكت لي أنا مش هصدقها. شركة استيراد وتصدير وسفر ورايح وجاي وفنادق 5 نجوم وحوارات. إيه المؤهلاتك؟ مؤهلاتي ولا أي حاجة نهائيا. مفيش أي مؤهلات. دارس آداب تاريخ من أسيوط، يعني مفيش أي حاجة خالص. القصة يا سيدي إن أنا من أسيوط، اتربيت في مدارس الحكومة الحمد لله. اتخرجت من كلية آداب تاريخ وبدأت أدور على شغل. في الوقت ده كان المدرس بيقبض في الشهر 17 جنيه، وزي ما سمعت كده مش عارف 17 جنيه بالظبط. يعني هو كان يعني كنت عشان تشتغل في الحكومة بتصرف حوالي، يعني انت كنت بتصرف على الشغلانة، فاهم؟ فأنا ما فيش أي دخل خالص، يعني حتى المواصلات من جيبك. والكلام ده كان بيحصل كام سنة؟ 3 4 5 سنين انت ونصيبك. ففكرة التدريس ما كانتش مقبولة بالنسبة لي. الحاجة التانية قلنا نسافر بره، يعني نسافر نشتغل مدرسين. ما كانش حد ما فيش حد قبلني كمدرس في دول الخليج، بسبب ان انا راجل مش اكاديمي، مش راجل مش دارس تربية. ف على الله مفيش اي حاجة. فبدأت ادور على اي مصدر دخل بدل ما انا قاعد مفيش اي حاجة. رحت جايب انترنت منزلي اللي هو الراوتر ده كان في 2007 تقريبا. ووصل سلاك للجيران والاهالي والحبايب، والوصله ب 30 جنيه، والموضوع ده كان مشهور ومعروف يعني في وقتها. وصلنا للناس وكان التليفون ما بيبطلش رن. يعني فكرة الانترنت فكرة ان الناس شايفاني انا مهمة ليه؟ لان انا بشغل لهم النت. عجبني فكرة الانترنت عموما يعني. فبدأت ايه اقرا في الموضوع، عجبني خالص. بدأت ادرس، درست حاجة اسمها CCNA. بعدين رحت واخد حاجة تاني بعديها اسمها CCNB. دي حاجات تبع للشبكات، تبع شركة اسمها سيسكو. وبدأت ادور بقى، اقول يا رب طب خلاص بقى انا اشتغل مهندس شبكات، ما انا دماغي بقى جايباني يعني. وبدأت ادور في مصر على شغل، مفيش شغل ليا لان هم كل اللي عايزينه يكون خريج حاسبات. فبدأت ادور شغل في الخليج، فما كانش برضو في شغل في الخليج لانه برضو عايزين حد حاسبات. قلنا خلاص بقى، يعني مش لازم اشتغل مهندس، اشتغل فني اعرف اوصل اسلاك ودي سهلة. بدأت برضو ادور على موضوع الفني ده، ما توفقتش فيه خالص. بنشتغل عامل، فضلت ادور على شغلانة عامل، مشرف امن، اي حاجة. كل الوظائف دورت ان انا اشتغلها، ما كانش فيه توفيق خالص يعني. الحمد لله في يوم واحد جاري موصل له نت، قال لي يا احمد في واحد صاحبي عنده شبكة منزلية يعني. الاسلاك اتقطعت، هم كانوا 5 ادوار وبنوا دورين، فالاسلاك كلها اتقطعت، فتقدر تعملها؟ قلت له اقدر اعملها. رحت رايح له الراجل ده، وصل يا عم الاسلاك، اعمل يرمي سلك يمين يرمي سلك شمال، عملت له الشبكه وخلصت. فحسابك اتفضل شكرا مع السلامه. بعدين راح قال لي يا احمد تفهم انت في الايميلات والمراسلات وكده؟ قلت له اه افهم. قال لي طب احنا في شركه عايزين الايميل بتاعها. قلت له ماشي اديني اي حاجه، اي اسم الشركه بتاع اي حاجه اقدر اوصل لك ان شاء الله. الراجل جاب لي كاوتش بتاع لودر، كان اسمه دونج ايه انا فاكره يعني. بس فاخدت الكاوتش ده وبدات ادور على الشركه. دورت على الشركه، ادي الايميل بتاع الشركه، تواصل معاه. قال لا ده احنا ما نعرفش نتكلم انجليزي، اتكلم انت معاه. بدات اتكلم مع الشركه، طب انتوا عايزين ايه؟ قال احنا والله عايزين كاوتشات نوعها كذا. بدات اتواصل بقى مع الشركه، عايزين كاوتشات نوعها كذا. اقول له الشركه ردت بكذا، بعدين اروح له تاني اقول له والله حصل كذا. طب احنا عايزين الكاوتش الفلاني، عايزين البلف الفلاني، عايزين الرسمه الفلانيه. فضلنا نمشي في التفاصيل لحد ما ايه، يلا نختار المينا، هتبعت على مينة ايه. فوصلنا للقصه دي. نحكي في لعبه، وصلنا لموضوع التحويل الفلوس، خلاص هنحول الفلوس. ف
يا عم يا جماعه يلا نبعت الفلوس. راحوا البنك حولوا الفلوس، شهر البضاعه جت. لا بقى، ده مش لعب بقى. انا كنت فاكر ان انا بلعب، يعني انا ما بعملش حاجه، قاعد على كمبيوتر وبتكتك على زراير، مفيش اي موضوع. فجاه جت البضاعه، عملت عمليه استيراديه كامله من الالف للياء. فبدات اقول لا، ده الموضوع مش لعب، ده في النت ده حاجه كبيره بيوصل للعالم ببعض. احنا جايبين الشغل ده من كوريا، والمصنع اصله في الصين، وباعتين على مصر. لا، طب يلا يا جماعه نتحاسب. قال لك هندي لك 3000 جنيه. يا جماعه 3000 جنيه مين يا جماعه؟ زودوا شويه، الكلام ده مش هينفع. طب خلوهم 3000 كل شهر يعني اشتغل معاكم. قال لي لا، هم 3000 جنيه على الصفقه وشكرا على كده. يا جماعه كان مالي، ما ادونيش اي حاجه غير هم ال 3000. وحتى كانوا ال 3000، والله ما فاكر 3000 ولا 1000، لا بس تقريبا 3000. لا ما ادونيش ال 3000، ادوني 1000 جنيه. 1000 500 في 500. ادوني 1000 جنيه بس، 500 وبعدين 500 وخلاص. والصفقة كانت ب50,000 دولار. فمفيش مقارنة خالص. أنا بقول لهم ادوني 3000، قالوا لي لا، هم ال1000 جنيه كده وشكرا على كده ومع السلامة. بس خلاص، مع السلامة مع السلامة. أنا كده كده كنت بلعب يعني. وبدأت أفهم بقى إن النت ده عالم كبير، وفي مكاسب كتير، ونقدر نعمل